ندى الكامل اتطلقت للمرة التالتة، والمرة دي الضحية كان فنان شهير شاب لسه طالع للدنيا. ندى الكامل عاملة قلق في مصر كلها، والبنت دي مش ناوية تجيبها البر، وقررت تتطلق للمرة التالتة بعد جواز ما كملش سنة واحدة. بس يا ترى إيه سر جوازاتها وطلاقاتها الكتيرة دي؟ وإيه علاقة أحمد الفيشاوي بالموضوع ده؟ ندى اللي ما تعرفش هي بلوجر ولا عارضة أزياء ولا بتتاجر في إيه بالظبط، اتصدرت الترندات في مصر كلها بعد ما طلعت وأعلنت طلاقها من جوزها الفنان الشاب أحمد خالد، وكتبت على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام: صباح الخير، أنا سنجل وبارك الله في الجميع. ندى اللي دخلت أبواب الشهرة فترة جوازها من الفنان أحمد الفيشاوي، خصوصا بعد المشاهد اللي كانوا بيظهروا فيها مع بعض، ومحدش ينسى طبعا اللي كانت بتحصل في المهرجانات وقدام الجمهور، وبالتحديد مهرجان الجونة سنة 2018. اتجوزت في حياتها 3 مرات وخلفت من أول راجل 3 بنات. المرة التانية بقى كانت من أحمد الفيشاوي، ووقتها عملت قلق ملوش آخر، واستمر جوازهم 4 سنين قبل ما ينفصلوا والجمهور يزعل أكتر من الفيشاوي نفسه. ومن حوالي سنة بس طلعت ندى وأعلنت إنها اتجوزت من الفنان الشاب أحمد خالد، والكل قال يا رب تفلح في الجوازة دي المرة دي وتبطل موضة الطلاق اللي ماشية فيها دي. بس هي ما كدبتش خبر، ويا دوب سنة وطلعت أعلنت الانفصال وقالت أنا سنجل. السؤال هنا بقى، هل هترجع لأحمد الفيشاوي ولا لأ؟ قبل ما أجاوبك لازم تعرف إن ندى الكامل اللي اتولدت في دمياط سنة 1990 مثلت مصر في أولمبياد لندن 2012 في رياضة النبالة بعد ما تأهلت في بطولة أفريقيا في نفس السنة. وبتعتبر ندى سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب كمان مجال الإنشاء والمعمار والتطوير العقاري، اللي ما تفهمش يعني إيه علاقتها بيه من الأساس. بس يلا أهو محدش بيشتغل بشهادته في البلد دي. كتير من الجمهور سأل هل هترجع ندى لأحمد الفيشاوي ونرجع نشوف القلق اللي كانوا بيعملوه من تاني، لكن لحد دلوقتي مفيش حاجة أكيدة ومحدش عارف إيه اللي ممكن يحصل، خصوصا إن الاتنين دماغهم مطرقعة ورايحة منهم خالص. أحمد الفيشاوي وندى الكامل قصة حب غريبة وعجيبة فيها كل حاجة ممكن تتخيلها، بداية من الحب وصولا للخيانة، والاتنين بيدوروا على متعتهم وسعادتهم، فمحدش عارف بقى ايه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية، وادينا بنتفرج وياما هنشوف حكاوي في الوسط ده.